اهلا بيكم. النهارده هكلمكم على اداة من الادوات المهمة جدا اللي لازم تكون موجودة دايما معاك في شنطة عدتك. اول ما تشتري كاميرا جديدة اول حاجة لازم تعملها هو انك تشتري كيج جديد. ليه كيج جديد؟ عايز اكلمكم على معلومه مغلوطه تماما على موضوع الكاميرا كيج. معظم الناس متخيلين او معظم الفيديوجرافرز متخيلين ان هو حاجه بس مجرد انها للشو اوف او حاجه كده بتدي شياكه واناقه للكاميرا بتاعتك. طبعا مش هو ده الغرض خالص الاساسي من الكاميرا كيج. الكاميرا كيج هو عباره عن ميتال فريم بيتحط حوالين الكاميرا بتاعتك علشان يحميها في حاله الخبطات. رقم 2 بيدي لك امكانيه انك تثبت كل الاكسسوارز اللي انت محتاج انك انت تركبها على الكاميرا بتاعتك، سواء كانت شاشه، مايك، وايرلس، فولو فوكس سيستم، بطاريه اضافيه. الكيج بيخليك تثبت الكاميرا من تحت، بيخليك تثبت الكاميرا من الجنب، بيخليك تثبتها من جنب، فبتبقى ممسوكه ب 3 انكر بوينتس. الكاميرا مش سهل انها تتحرك من جوه. بعد كده لما بتيجي تركبها على جيمبل او ترايبود او وات ايفر الاداه اللي انت هتركبها او كيج زي كده بتبقى ممسوكه كويس. الكيج كمان بيدي لك ميزه مهمه جدا هي الكيبل مانجمنت. كيبل مانجمنت بمعنى انك انت لما بتيجي تركب في الكاميرا اتش دي ام اي من الجنب، في معظم الكيجز بيجي معاهم حاجه زي السكرو الاضافي ده كده علشان يقدر يثبت لك الاتش دي ام اي او اليو اس بي سي او اليو اس بي العادي بتاع الكاميرا، المايكرو يو اس بي وات ايفر الكاميرا بتاعتك نوعها ايه، تمام، يقدر يثبته لك عشان ما يتخلقش من مكانه. الكاميرا كيج يا جماعه هي وسيله من الوسائل او اداه من الادوات المهمه جدا اللي لازم تكون معاك، سواء عملت ابجريد لكاميرا، اشتريت كاميرا جديده، لسه داخل في المجال جديد، لازم تكونسيدر موضوع انك انت تشتري كاميرا كيج مناسب للكاميرا بتاعتك علشان يديلك على سبيل المثال كل الامكانيات اللي انت شايفها قدامك دي واحده واحده تقدر تبنيه. تقدر تركب عليه توب هاندل لو انت هتصور هاند هيلد، تقدر تركب عليه رودز زي دي فتقدر تركب من ورا في ماونت باتري تقدر تخليك تشوت طول اليوم. تقدر تركب عليه فولو فوكس سيستم لو انت بتستخدم المانوال لينسز او لو انت غاوي انك انت تصور هاند هيلد مع مانوال كمان فوكس سيستم. حاجه تانية برضو مهمه جدا جدا ما تقدرش انك انت تركبها على الكاميرا بتاعتك بدون وجود الكيج ووجود الريج اللي بالمنظر ده. حاجه اساسيه ومهمه جدا في مجال السينما هي المات بوكس. المات بوكس خلونا اكلمكم عليه برضو في فيديو منفصل ان شاء الله، اعمل لكم حاجه مخصوص ليه. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل شير مع اصحابك. اشوفكم على خير.